5 حاجات يا صاحبي خلي بالك منهم، لان ال5 حاجات دول لو انت عملت حاجة منهم يعتبر انت كده بتشرك بالله عياذا بالله. ال5 حاجات دول يا صاحبي معظم الناس بتعملها، يعني 60% او 70% من الناس بتعمل الحاجة دي، والحاجة دي منتشرة الايام دي بشكل فظيع جدا. فخلي بالك يا صاحبي انك بتكون بتعمل الحاجات دي، وحذر اي حد تشوفه قدامك بيعمل الحاجة دي. تعال اقول لك عشان ما اطولش عليك. اول حاجة وهي التميمة. يا صاحبي تلاقي واحد مثلا معلق سلسلة في رقبته، معلق فيها تميمة اللي هي 5 وخميسة، وتلاقيه برضه لابسها في يده، فهو بيحسب ان الحاجة دي بتحميه قال من العين او من الحسد. والله الحاجة دي ولا بتنفع ولا بتضر، ولو استمريت عليها وحطيت في اعتقادك ان الحاجة دي فعلا بتحميك من الحسد او من العين، يبقى انت كده هتشرك بالله عياذا بالله. تاني حاجة وهي الايمان بالابراج. يعني تلاقي واحد كده مثلا جاي يقول لك انت برج ايه يا صاحبي، انت تقول له انا برج الخروف، ويقول لك انا برج المعزة، ويقول لك انا برج مش عارف الفار، ولا برج مش عارف الجدي، ولا برج مش عارف ايه، ويقعد يؤمن بالحاجات دي. والحاجة دي قال بيؤمنوا بيها عشان قال هي قلب تخليهم قال يطلعوا على الغيب عياذا بالله، وطبعا لا يعلم الغيب الا الله، فخليك بعيد عن حكاية الابراج دي. ثالث حاجة وهي اخطر حاجة، والحاجة دي منتشرة مع الناس كلها في الايام دي والايام اللي عدت، وهي الحلف بغير الله. يعني تلاقي واحد مثلا صاحبي يقعد يحلف لك ويقول لك ايه، ورحمة جدي ما حصل، ورحمة امي ما حصل، والنعمة دي ما حصلت، وشوية المية الطهرة دول ما حصلت، ومش عارف ايه، ورحمة جد عباس وجد مش عارف اسماعيل وجد طماطم، ويقعد يحلف لك بحلفانات عياذا بالله، شرك بالله عياذا بالله. والحاجة دي يا صاحبي منتشرة انتشار فظيع، الحلفان بغير الله ده والله يعني منتشر، يعني مش عارف اقول لك ازاي. الناس كلها دورك يعني الا ما رحم ربي منهم، غير اللي بيحلف بالله صدق تلاقي الناس كلها بتحلف باطل، يقول لك ورحمة مش عارف يا راجل حرام عليك اتق الله. الحاجة الرابعة وهو الرياء. بس انت تلاقي واحد كده مثلا ايه قام صلى ركعتين قيام ليل، وبعد كده صلى الفجر، بعد كده قعد للشروق وصلى ركعتين الضحى مثلا، وقرأ قرآن وصلى مش عارف ايه، ويعني عمل طاعات كده في السر من غير ما حد يعرف. تلاقيه بقى يا صاحبي قالك تاني يوم كده مثلا شايف نفسه يقول لك والله قعدت اصلي قيام ليل امبارح، وقعدت ابكي، وبعد كده صليت الفجر، وبعد كده قعدت اقرا قران واذكر ربنا مش عارف ايه، ويقعد يحكي لده ويحكي لده. ده عياذا بالله رياء، عايز يعرف الناس ان هو كان بيعمل كذا، ان هو بيصلي، وده عياذا بالله الرياء ده هو اللي بيدخلك اول حاجه النار عياذا بالله. فدايما يا صاحبي ردد الدعاء ده، اللهم اني اعوذ بك من الرياء. فخلي بالك يا صاحبي انك توقع في الرياء، والله مش هتنفع في الدنيا ولا في اخره، ومحدش هينفعك اصلا. فما تتنفخش كتير كده وتشوف نفسك، فخلي الحاجات دي بينك وبين ربنا. الحاجه الخامسه والاخيره وهي الاستهزاء بالدين. تلاقي شخصين كده مثلا مع بعض يقول لك قال انا هخش النار بعربيه شفر، انت قال هتخش قبل النار قلب المستقل، وانا اخش وراك قلب العربيه، ويقعد يتريق برضه على خلق الله، ويتنمر على ده، ويجيب سيره ده ومش عارف ايه، ويتنمر ويتريق ويفضل يهزر. والحاجه دي والله العظيم هتوصلك للشرك فعلا. فخلي بالك يا صاحبي، وحذر اي حد من صحابك واهلك انهم يستهزئوا بالدين حتى لو كلمه بسيطه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال رب كلمه لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. فحاول بقدر الامكان انك ما تهزرش في الدين خالص. معاك كلمه طيبه قولها، ما معكش حاجه يبقى اسكت. وبس كده يا صاحبي، انا عارف ان انا طولت عليك معلش، بس حاول انك تشير الفيديو ده وتخليه صدقه جاريه ليك. ممكن واحد مثلا يشوف الفيديو ده وفيه الحاجات دي او بيعمل حاجه دي، فبفضل الله عز وجل وفضلك انت يشوف الفيديو ده بسببك، فيتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، ويكون ده كله في ميزان حسناتك. وبس كده، صلوا على النبي.